صباح الخير، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى انه يعجبكم. اليوم غادي نصاوب حلوه بجوج كريمات بغاوها البنات، داكشي علاش غنصاوبها ليهم وندير لهم حروف ديال الاسماء ديالهم فوق منها، ونزوقها لهم بالشكلاط هكا عادي. المهم نتوما ممكن تزوقوها باي حاجه موجوده عندكم في الدار. انا صايبتها البنات، شوفوا كيفاش كتجي. هما جوج كريمات غادي نديروها لهاد الحلوه هادي، والعجينه ديال الجينواز في التحت. اجيو تشوفوا المقادير اللي غنحتاج. اول حاجه غادي نبداو بها، غنبداو بالمقادير ديال الجينواز. مقادير بساطين. عندنا الجينواز كنحتاجو ليه غير جوج بيضات، طحين 6 المعالق على حسب الخليط، 2 معالق ديال الكاكاو، و6 ديال سنيده، 6 ديال الحليب، و6 المعالق ديال الزيت، ونكهه القهوه، وخماره. السقوه اللي غادي نحتاجو نص كاس ديال الماء، معلقه سنيده، نكهه القهوه. غادي نديروهم يغليو شويه فوق البوطه، نخليهم حتى يبردوا. غير نخرج الجينواز من الفران ونسقيوه بهذه السقوه هذه. مذاق القهوه كيجي رائع على الجينواز بالشوكولاط. جربوها، ما غاديش تندموا على هذا الجينواز هذا ولا هذه الحلوه هذه. كنتمنى انكم تجربوها لانها رائعه ومذاقها رائع. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وشوفوا الطريقه اللي غادي نخدموا بها هاد الحلوه هذه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش نكهه القهوه، ممكن انهم يديروا شاشي ديال النسكافيه في بلاصه النكهه، كتجي حتى هي مذاقها رائع. دابا غنديروه فوق البوطه يغلي شويه، نخليوه يبرد باش نسقيو به. نبداو على بركه الله. اول حاجه غنديرو البيض ثاني يطلعوا شويه. بالنسبه اللي ما عندوش نكهه القهوه ممكن يدير غير نكهه الفاني ولا قشور الحامض. اللي ما عندوش بودره الكاكاو المره ممكن انه يدير الكاكاو الحلو، او لا ممكن انه يستغنى نهائيا على الشكلاط، يدير غير فاني، يحيد الشكلاط، يحيد نكهه القهوه. المهم حسب الامكانيات. دابا غنديروا الزيت 6 المعالق، الحليب 6 المعالق، نخلطوهم شويه ونديروا موراها النكهه. غادي نضيفوا المكونات اللي بقاو كاملين وغادي نديروهم في المول، ومن بعد غندخلوهم الفران. كي قلت لكم فران على نار مهيله، ما غاديش يشد لينا وقت بزاف لان الجينواز خفيف. الخليط ديال هاد الجينواز هذا كيكون خفيف، ما كتكونش عجينه ثقيله. انا غادي نوريكم كيفاش غادي يكون معايا. تجانسوا لينا دابا هاد المقادير اللي درنا. دابا غادي نزيدوا النكهه والطحين والكاكاو من اللي بقاو لينا. نديروا شويه من النكهه. اللي ما عندوش النكهه ممكن انه يستغنى عليها، كي قلت لكم دير غير فاني، دير قشوره الحامض باش ديك الزفوره ديال البيض انها ما تبقاش عندنا في الجينواز. غادي نزيدو دابا الطحين. كي قلت لكم هنا على حسب الخليط ديروا غير 6 المعالق 5 المعالق. من بعد شوفوا الخليط، الا جاكم خفيف بزاف زيدوا معلقه. بودره الكاكاو عندنا 2 معالق، خماره. وغادي نخلطوا هاد المقادير يتجانسوا مزيان كي قلت لكم، ونديروهم في المول. وشوفوا المقادير ديال الكريمه البيضاء. الكريمه البيضاء كنحتاجو 6 لتر الحليب، قشور حامضه، 4 المعالق ديال المايزينا، و6 ديال المعالق ديال السنيده،
على حسب الذوق، اللي بغى ناقصة شوية ممكن انه ينقص السنيدة. غناخدو مايزينا نزيدوها على الحليب، الحليب يكون بارد ما سخون ما والو باش ما تكورش لينا المايزينا. ونزيدو عليها السنيدة كي قلت لكم على حسب الذوق. انا درت 6 المعالق، اللي بغى حلوة بزاف ممكن يزيد، واللي بغى ناقصة ممكن انه ينقص. غادي نحركو مزيان حتى يتجانس لينا الخليط، حتى ديك مايزينا ما تبقاش عالقه لينا لتحت. حركو مزيان كي قلت لكم. هاد المقادير اللي كنعطيكم يعني ديال المول مش كبير وماشي صغير، يعني متوسط وما كبيرش على المتوسط، يعني كيكون قريب للصغير. حيت الا درتي مول كبير ما غادي المقادير غادي يجوك ناقصين. غنزيدو قشورة الحامض، غادي نحركوهم كي قلت لكم مزيان الخليط ديالنا حتى ما تبقاش لينا ديك مايزينا مكوره في الحليب. وغادي نمشيو نديروها على نار مهيله، نار مهيله شوفوا معايا. وغادي نبقاو مستمرين نحركو باش المايزينا ما تلصقش لينا لتحت، حتى نحسو بالكريمه بدات كتقال. ما نخليوهاش بزاف حتى تبقى تلصق لينا، يعني غير نحسو بالمايزينا بدات كتقال والخليط كيعقد. غادي نحيدوه من فوق البال. في المول غادي ندخلوه للفران على نار مهيله. ملي يطيب غادي نخرجوه نخويو عليه السقوه، ونمسحو الجناب اللي في المول هذوك اللي فيهم الطحين غنمسحوهم مزيان. ونخويو عليه الكريمه البيضاء اللي طيبنا، كتكون شويه باقا دافيه. ونديروه في المبرد حتى يبرد مزيان الكريمه تجمد. بالنسبه للكريمه الصفراء انا غندير 3 الكيسان الماء فلون نكهه الحامض، 4 المعالق النشا، و6 المعالق ديال سنيده. اللي عنده الليمون غيدير الليمون، انا ما عنديش الليمون غنكتفي غير بهاد المقادير هادو. غنشد الماء غنخوي عليه الفلون نحلو. غنخوي كي قلت لكم الفلون على ما بارد. كيف ما كنقول لكم البودره ديما كنديروها على ما بارد، اي حاجه بودره غنديروها على ما بارد. نديرو النشا بحال هاد الطريقه هادي، ونضيفو سنيده كي قلت لكم 6 المعالق. وانتم ذوقوا ملي تخلطوا مزيان الكريمه، ذوقوا الا جاتكم ناقصه زيدوا سنيده. كنحركو مزيان حتى ما يبقاوش لينا دوك ديال الفلون، كل الحبيبات ديال الفلون ديال البودره ديال النشا ما يبقاوش لينا في الماء. دابا غادي نزيد نكهه الحامض، اللي عنده نكهه الليمون نكهه الحامض ولا نكهه الليمون. انا خديت الفلون ديال الفاني والنكهه ديال الحامض هما اللي خدمت بهم هاد الكريمه الصفراء. دابا كنحركو مزيان كي قلت لكم حتى ما يبقاش لينا ديك النشا لتحت، والفلون ما يبقاوش لينا دوك الحبيبات ديالو فوق الماء. نحركوه مزيان. غادي نديروه فوق نار مهيله حتى تيبدا يختار لينا يبدا يعقد. شوفوا انا نديرو فوق نار مهيله حتى يعقد. بين ما الكريمه اللي درنا على الجينواز ودرناها في الثلاجه شدات راسها، غادي
نطيب لينا هاد الكريمه هذه، وغادي نخويوها بشويه، نخليوها حتى تفتر، ما نخويوهاش سخونه باش ما تخسرش لينا الكريمه البيضاء. كي قلت لكم ما تزكاوش من التحريك، حركوه مزيان باش ما يلصقش، حيت النشا كتلصق. غنبقاو مستمرين كي قلت لكم في التحريك حتى توجد لينا الكريمه. شوفوا معايا في واحد البلاصه لا بانت لكم، حاولوا تخويو غير بشويه بشويه. دابا ملي سرحنا الكريمه الصفراء الفوق الكريمه البيضاء، غادي ندخلوها للثلاجه حتى تبرد مزيان وتشد راسها، عاد نخرجوها باش نزينوها. كل يزينها بالطريقه اللي كتعجبو، او ممكن يخليها هكا. انا بعد ما زوقت الحلوى هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي رائعه. زوقتها انا بحروف ديال الاسماء، درت 2 اسماء فوقها ابرار والاء، درتهم بحروف بالشكلاط، ذوبت الشكلاط وكتبت هذوك الحروف. نتوما ذوقوها باللي عندكم في الدار، ممكن تذوقوها بفواكه، ممكن تذوقوها بشكلاط ابيض فيغميسال، اللي عندكم ممكن تذوقوها. كنتمنى انها تعجبكم، وما تبخلوش علينا باللايك واشتراك القناه.